كان يا مكان في زمن مش بعيد كانت في حكاية حلوة مستنياكم تسمعوها. أهلا، أنا أماني ودي قناتي للمهتمين بالقصص التاريخية. قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب ولايك ويلا بينا نشوف قصة النهاردة بتقول. قصتنا النهاردة بتحكي عن الملك العظيم الملك رمسيس الثاني. كان يا مكان في زمن الفراعنة اتولد ولد صغير في قصر من قصور مصر العظيمة، وكان اسمه رمسيس وابن الملك سيتي الأول. ومن وهو صغير كان دايما بيحب يركب الخيل ويمسك السيف ويمشي وسط الجنود، وكان بيقول دايما أنا مش هبقى فرعون وخلاص، لأ، أنا هبقى أعظم ملك في الدنيا. وفعلا لما كبر بقى رمسيس التاني اللي الناس لحد النهاردة بتقول عليه رمسيس العظيم. وعندنا ليه حكايات كتير، وأول حكاية هنبدأ بيها النهاردة وهي معركة قادش اللي بتعتبر أشرس معركة في تاريخه. ايه سبب المعركة؟ في الوقت ده كان في ناس اسمهم الحيثيين عايزين ياخدوا أراضي من مصر، بس رمسيس قال مش وأنا موجود، وخرج بجيشه الضخم وعربيات حربية كتير وخطة شجاعة. بس في نص الطريق حصل اللي ما كانش عامل حسابه واتعرض لفخ كبير والعدو هجمه فجأة. لكن الناس وقتها قالت أكيد الملك هينسحب، بس رمسيس قال مش أنا اللي هنسحب، أنا هواجه بنفسي. وركب حصانه وقاتل لوحده لحد ما الجيش اتجمع وراه ووقفوا كلهم وقفة واحدة. وفي الآخر كسبوا المعركة أخيرا ورجع مصر وكان منتصر. كل الجدران اتحفرت عليها صورته بالسيف والدرع وهو بيقود المعركة العظيمة. لازم نعرف حاجة كمان عن الملك، إن هو كان بيحب يبني كتير جدا، وكان دايما ليه مقولة مشهورة بيقول إن اللي عايز يعيش في التاريخ لازم يسيب وراه أثر. فبنى معبد أبو سمبل اللي الشمس بتدخل جواه مرتين في السنة، والناس بتيجي من كل بلاد الدنيا عشان تشوف المرتين دول. وكمان بنى معبد الكرنك ومعبد الأقصر وتماثيل كتير ليه في كل مكان، وكتب اسمه على كل عمود وكل باب عشان يفضل دايما رمسيس التاني. وبالذكر رمسيس كان عنده أكتر من 100 بنت وولد، وكان بيحب مراته نفرتاري جدا وبنى لها معبد مخصوص وكتب فيه من أجل من تعيش الشمس من أجلها. وبعد 3000 سنة لقوا موميا رمسيس التاني في مقبرة كبيرة، وبعتوا لفرنسا واستقبلوه كأنه ملك حي، وكتبوا في الباسبور بتاعه رمسيس التاني الملك العظيم. وهنا نقدر نقول إن رمسيس التاني علمنا إن الملك هو اللي بيحارب ويبني ويخلي اسمه دايما عايش في قلوب الناس. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بيشجعني جدا، ومنتظراكم في حكايات أكتر وأكتر في كان يا مكان.